صباح الخير. ضرايب في كندا خراب بيوت، ده حقيقي. كندا من الدول اللي الضرايب فيها عالية جدا. انتوا عارفين ان في العالم كله في ناس ما عندهمش ضرايب خالص زي الامارات مثلا والسعودية وفي كذا بلد، وفي ضرايب بتبقى متوسطة شوية بتبقى 20% 30%. وانما كندا من البلاد اللي واخدة الكاتيجوري العالي جدا اللي هي ضرايبها عالية جدا، عالية بطريقة تخوف. كان قبل ما جينا في 2010، وقت ما جينا في 2010 لغاية 2015 الضرايب كانت معقولة شوية، وكان أعلى نسبة شوية هي 49 بوينت مش عارف كام لأعلى دخل. وكانت الشرايح شريحتين ثلاثة، وبالتالي بتدي راحة شوية. وكان الحد الأدنى اللي نقدر نشتغل عليه كان حد أدنى عالي، اللي هو من غير ضرايب للناس اللي هي بتشتغل شغل كاجوال، زي اللي بيشتغل في تيم هورتن او اي شغلانه زي كده. لما جه الحزب الليبرالي في 2016 غير موضوع الضرايب ده خالص، ووصل الحد الاقصى ل 53 بوينت حاجه، وعمل شرايح كتيره جدا بحيث ان انت يعني دافع يعني هتتبهدل هتتبهدل. اوكي. ازاي نقدر بقى مع الوجود الضرايب العالية دي نستغل ان احنا نقدر نعمل حاجات كويسة ونقلل ضرايبنا على قد ما نقدر؟ خليكم معايا. انا ممدوح، مصري، عايش في كندا من 16 سنة، بشتغل محاسب ومستشار مالي وتأميني في شركة تأمين كبيرة، وبعمل فيديوهات عشان اعرف الناس يتصرفوا ازاي. يلا نبتدي. الحكومة اديتك كذا حل للموضوع ده عشان تقدر تقلل ضرايبك شوية. أول حل وهو أفضلهم وهو اللي بيقدر يعمل حاجات كتيرة جدا، بس الناس مش فاهماه كويس والناس مش عارفة الحل ده إزاي بيفيدنا. كل فكرهم إن ده حل للمعاش. هو مش حل للمعاش، هو حل لمشكلة الضرايب بتاعتك دلوقتي حالا قبل ما تفكر فيه في المعاش. هو حل لمشكله الضرايب. ناس تانية تقول لك يا عم ده ما هو بيخصم لي ضرايب بس بيجي في الاخر بياخد الضرايب، ما عملناش حاجه. برضه حضرتك غلطان، لان ده حل كويس ليك النهارده. تعالوا نشوف ازاي. البرنامج ده اسمه RRSP، او بالانجليزي بالفرنساوي اسمه ريير. ريير او RRSP بالانجليزي. البرنامج ده الحكومه عملته عشان تقلل بيه حضرتك ضرائب. بيمشي ازاي البرنامج ده؟ حضرتك لما اول سنه تشتغل في كندا، مش من قبلها، اول سنه تشتغل في كندا يبتدي يكون لك يدوا لك 18% من اللي انت عملته، يسمحوا لك بيه السنه اللي بعدها انك تقلل بيه دخلك. اذا اول سنه ليا ما تجيش تقول لي انا عايز اعمل RRSP، لان مش هتستفيد منه حاجه، مش هيشتغل. نمره اتنين، حضرتك جيت السنه اللي بعدها وبقى ليك مثلا سي $10,000 اتجمعوا لك، من حقك تحطهم عشان تقلل بيهم السنه اللي بعدها. جيت حضرتك السنه اللي بعدها عملت $100,000. هفترض ان انت ليك $10,000. تقوم تيجي تفتح البرنامج ده $10,000 ونبعت لك وصل نقول لك ان انت حضرتك عملت RRSP ب $10,000. حضرتك الوصل ده بتقدمه للمحاسب، المحاسب بيحطه في ضرايبك، فب 100,000 يبقوا 90,000. ايه الاستفاده من الموضوع ده؟ اول حاجه، انا حضرتك دفعت ضرايب على ال 100,000، فما تقوليش ان انا مش هعمله لانه ملوش لازمه. ما انت حضرتك اوريدي دفعت الضرايب على 100,000، حتى لو هم شرايح بس اوريدي حضرتك دفعت. طب لما نزل ال 100,000، خلي بالك ده ممكن يخش في اعلى كاتيجوري مثلا اللي هو مثلا 49%. فلما انا اشيل منهم 10,000 من الكاتيجوري ده هيرجع لي الفلوس دي، وبالتالي انا قللت، which is very good. دي نمره واحد، قللت دخلي عشان اقلل ضرايبي. نمره اتنين، حضرتك لو انت كنتش لسه جاي جديد او لسه ما اشتريتش بيت، يعني بتقدر تستخدم الفلوس اللي انت حوشتها في RRSP ده وتروح تشتري بيها اول بيت. ازاي؟ بتيجي حضرتك تطلب مني مثلا لو انا عامل لك البرنامج وتقول لي انا عايز اعمل حاجه اسمها ريب. اخد الفلوس، انا ابعت لك ورقه ممضيك عليها ونبعتها للبنك ان حضرتك ليك فلوس عندنا $10,000، فانت حضرتك هتاخد ال10 دول احنا نبعتهم للبنك في وقت معين عشان يعتبروا ده من المقدم بتاع حضرتك. تمام؟ الحكومه جت قالت لك اول سنتين ما ترجعليش حاجه، خلاص هدي لك فتره سماح كده عشان تهدى، انت لسه شاري بيت، وبعديها على 15 سنه هترجع لي ال 10,000 اللي انت خدتهم، سي مثلا 700 وشويه كل سنه ترجعهم لي. طب لو ما رجعتهمش هنحسب لك عليهم ضرائب على طول كده وش. تمام؟ فدي حاجة تانية مهمة. ولازم لما تيجي تعمل الموضوع ده لازم المحاسب بتاعك الشاطر يروح يحط لك الفلوس دي ويكتب عليها ان هي ترجيع الراب اللي انت عملته. تالت حاجة وحدش بقى بياخد باله منها قوي، ودي مهمة جدا جدا جدا. حضرتك لو عندك أطفال صغيرين أقل من 18 سنة، حضرتك بيجي لك منحة من حكومة كندا اسمها الشايلد بنفيت، وبيجي لك حسب المقاطعة اللي انت فيها. يعني احنا هنا في كيبك بيجي لنا منحة تانية من كيبك، وبالتالي بقى عندك منحتين. المنحتين دول مربوطين بدخلك العائلي، يعني دخلي انا ومراتي.
فلو حضرتك دخلك 100,000 ومراتك دخلها 200,000، بيحددوا لك المنح على ال 200,000 ده. ومعروف طبعا المنح دي ليها يعني تدرجات كده. فانت حضرتك كل ما بتقلل دخلك حضرتك ومراتك، المنحه بتاعتك بيحصل لها ايه؟ بتزيد. هحكي لكم حكايه غريبه جدا. في سنه من السنين زمان كان في واحد مطلوب منه يحط $2500 بس يعمل بيهم برنامج الار ار اس بي، بس 2500 عشان يحافظ على منح الولاد. راح هو تكاسل، المهم عدى الوقت، لان هو برنامج الار اس بي ده اخره 28 فبراير، فعدى الوقت في شهر مارس وطلب ان هو يعمله، قلت له انا اسف مش هقدر اعمل حاجه. المهم خسر $300 كل شهر من منح ولاده. يعني خسر $3600 قصاد ان هو كان هيحط كام؟ 2000 ونص. ال 2000 ونص دول كانوا هيقللوا له دخله وهيحافظوا له على المنح بتاع الولاد. وهو النهارده دلوقتي كل سنه في الوقت على طول بيعمل البرنامج لانه اتلسع. فخلي بالكم، المحافظه على منح الولاد دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. اخر حاجه، زي ما قلت لحضرتك، لو انت حضرتك دخلك 100,000 واتخصم منهم 10 من اللي هو اعلى نسبه بياخدوها منك، بقى ليك فلوس عند الحكومه. الحكومه دي بترجع لك الفلوس، تقول لك تحب نحطها لك للسنه الجايه ولا تاخدها؟ فتقول لهم لا انا عايزها. فممكن تاخدها تعمل بيهم حاجه، ممكن تصلح بيهم حاجه في بيتك، تشتري عربيه، وتبر اللي انت عايزه حسب المبلغ اللي هيجي لك. وبالتالي ده بتبقى ميزه رابعه للبرنامج. اذا في 4 مزايا: تقلل دخلك، تقلل ضرايبك، نمره 2 تشتري اول بيت، 3 المحافظه على منح الولاد، 4 تاكس ريتيرن بيرجعوا لك جزء من اللي انت اتخصم منك ضريبيا. فالبرنامج كويس مش وحش. المشكله في البرنامج كله ان حضرتك لما تيجي طالع معاش وتيجي تاخد الفلوس هيبقى عليه ضرايب. يعني الحكومه هتقول لك حطه في دخلك اللي انت هتاخده. طب مش مشكله، هم ادونا حل تاني، قال لك اقسمه على 10 او 20، 10 سنين او 10 سنين. يعني سي مثلا محوش $200,000، اقسمهم على 20 سنه وكل سنه خد 10,000. فلما تاخد ال 10,000 وتحطهم في دخلك مش هيبقى عليهم ضرايب. على فكره انا بشرح يعني بتبسيط الامور شويه، مش مش يعني كده قوي. تمام. ففي النهايه انت ممكن برضه ما يبقاش عليهم ضرائب، يبقى انت كسبت في الاول وفي الاخر. وبالتالي البرنامج برنامج كويس جدا تقدر تعمله. ومش هو لوحده بنعمله للمعاش، بيبقى معاه حاجه تانية هنبقى نتكلم عليها مره تانية للمعاش لو انت عايز. ده اول حاجه نقدر نقلل بيها ضرائبنا، ودي هي اهم حاجه. في بقى لما تيجي تقدم عند المحاسب بتاعك الحسابات بتاعتك التي 4 بتاعتك عشان تعمل حساب الضرائب بتاعتك السنه، الحكومه بتدي كريدتس كتيره، بتديك حقوق تعملها. حاجات كده هقولها طبعا، مش هقدر اقول كله، بس هقول لكم حاجات معينه. مثلا زي مثلا لو عندك اولاد تقدر تحط المصاريف الاكتيفيتيز بتاعت الولاد، ليها شروط وليها نظام طبعا مع المحاسب بتاعك يقول لك. نمره 2، لو عندك مصاريف علاج في اي مقاطعه، لو انت عندك مصاريف علاج من حقك تحط مصاريف علاجك ليك لمراتك لولادك. نمره 3، مثلا لو ابنك في حضانه وانت بتدفع، من حقك برضو تحط مصاريف ليها. كل ده ليه شروط على فكره، انا بتكلم ان جنرال بسرعه، بس كل الحاجات دي ليها شروط. نمره 4، لو انت ساكن مثلا واخد شقه ايجار في عماره كويسه، بيدوك ورقه. الورقه دي بيبقى مكتوب فيها بيانات الشقه اللي انت واخدها وبتاع. بتقدم الورقه دي للمحاسب بتاعك في كده في كيبك هنا مثلا، اسمها سولداريتي كريدي دو سولداريتي، بيرجعوا لك جزء من المبلغ ده. ففي حاجات كتيرة بتتعمل، كريدت كتيرة، ممكن الناس ما تبقاش عارفة، ممكن المحاسب اللي عندك ما يبقاش عارفها. ممكن تخش حضرتك وتدرس الكلام ده وتشوف ايه هو الكريدت اللي من حقك، لان دي كلها فلوس راجعها لك وهتنفعك. وبالتالي بتقلل لك الضرائب بتاعتك اللي اتاخدت منك شوية، فبتقدر تشم نفسك وتقدر تعيش بعدها. المهم خلي بالك ان فعلا هنا كندا من اعلى الضرائب الموجوده في العالم، بس احنا عندنا فرصه ان احنا نقلل شويه. اللي محتاج اي حاجه سواء على موضوع الكريدت او موضوع الار ار اس بي يكلمني، انا تحت امركم. 514-559-0970. في اي وقت اتصل بيا هشرح لك الموضوع اكتر واكتر، لان زي ما قلت لحضراتكم انا محاسب للضرائب، وفي نفس الوقت بشتغل في التامين وبعمل موضوع الاستثمار ده اللي هو في الار ار اس بي. اي حاجه انا تحت امركم في اي وقت. يومكم سعيد. سلام.